الاهلي مكمل في الدوري، ورابطه الانديه بتلغي نص القرار السابق اللي كان بيقول ان الاهلي بيخسر 3 نقط مع نهايه الموسم، غير انه خسران نقاط القمه. اسمع بقى الرابطه عملت ايه. الرابطه قالت لك بعد تظلمات الاهلي دي كلها انه بتحتسب الاهلي خسران القمه 3-0 قدام الزمالك، بيخسر ال3 نقط مع تحمله الغرامه الماديه والاضرار الناتجه عن عدم لعب المباراه، ولغوا بند خصم 3 نقط مع نهايه الموسم. بيراميدز والزمالك يسكتوا؟ لا يا باشا، دول بيانات 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 زي ما الاهلي بيانات. احنا يعني رياضه البيانات، بيانات اكتر من يعني كلام اكتر من اللعب، منظر ومشهد عبثي. وانا بالنسبه لي انا راجل اهلاوي ومش فرحان في المجمل، لا فرحان من موقف الاهلي ولا موقف الزمالك ولا اتحاد الكوره اللي ملوش صاحب، واللي طول ما باشمهندس هاني ابو ريده مسك اللي اتحل قبل كده مرتين وجابوه المره الثالثه للهاتريك، طول ما المجلس ده موجود وطوابيره الخمسه موجوده مش هتلاقي اي تقدم في الكره المصريه. احنا بقينا يا جماعه بجد نتكلم في مشاكل خارج المستطيل الاخضر اكتر ما بنتكلم جوه المستطيل الاخضر. فبجد وجع دماغ. وش الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، هنكيف الموقف زي ما احنا عايزين، ومفيش لوائح بتطبق ولا اي حاجه. الكلام ده ايه؟ هوب حبر على ورق. فما تسالنيش في اي حاجه، لان الخاسر هو منتج كره القدم المصريه، وده لا يليق. وهتسالني الحل ايه؟ اكتب لي حضرتك الحل ايه، لان احنا لو جبنا يعني جهابزه كره القدم في العالم هيحتاسوا في الموقف اللي عندنا في كره القدم المصريه. بنستمر نبهر الجميع بالعكس. سلام.